يوم الثلاثاء المقبل سيتوقف عالم الكرة بأكمله في ملعب دالاس. تكتب الصفحة الأبرز في نصف النهائي كأس عالم 2026 بين فرنسا وإسبانيا. مباراة ليست مجرد عبور للنهائي، بل هي معركة تأري لفرنسا واختبار حقيقي لهامة إسبانيا التكتيكية. في هذا الفيديو سنفكك لكم الشفرات التكتيكية السرية التي ستحسم هذه القمة الصادمة. من يمتلك مفاتيح العبور لنهائي الحلم؟ تابعوا معنا. دعونا نبدأ بالرسم التكتيكي. لويس دي لافوينتي لن يغير عقيدته، سيعتمد على خطة 4-3-3 القائمة على الاستحواذ العمودي والضغط العالي الخانق. الرهان الإسباني يعتمد على إيجاد ثغرات عبر تحركات داني أولمو الحرة في عمق الملعب وتغذية الأطراف. وفي المقابل ديدي دوشون سيعود لنسخته المفضلة، الواقعية الدفاعية الصارمة. فرنسا لن تخجل من ترك الكرة لإسبانيا، بل ستخلق المساحات في الخلف بكتلة دفاعية يقودها صليبة وأوباميكا، منتظرة اللحظة المناسبة للضرب بالمرتدات. هذه المباراة ستحسم في تفاصيل صغيرة وصراعات ثنائية شرسة. المعركة الأولى والأهم ستكون في المعارك، خط الوسط. قدرة الريال التي لا تتوقف، رابي وكوني، على إفساد هجمات الإسبان ستصطدم بعبقرية وهدوء فابيان رويس في ضبط الإيقاع وتوزيع الكرات. لكن احذروا، كلا الفريقين لديه نقاط ضعف قاتلة. اندفاع إسبانيا الهجومي المبالغ فيه قد يكون بمثابة انتحار تكتيكي أمام سرعة عثمان ديمبélé ومبابي. أما المعركة الثانية هي الجبهة اليسرى لفرنسا. انطلاقات مبابي ستكون بمثابة كابوس حقيقي لدفاع إسبانيا، فهل يستطيع دفاع الماتادور عزله؟ وعلى الجانب الآخر يعيب فرنسا العقم التكتيكي في صناعة اللعب. إذا تمكن الخصم من إغلاق زوايا التمرير نحو أجنحتها، وهنا يتدور البديل السوبر. إسبانيا تمتلك دكة بدلاء أكثر حيوية بوجود أسماء مثل ميرينو، والتي قادرة على قلب الموازين في الشوط الثاني. توقعات الكمبيوتر والخبراء تمنح أفضلية طفيفة جدا لفرنسا بنسبة 51%، والسبب هو خبرة لاعبي ديشوم المتراكمة في المباريات الإقصائية الكبرى. السيناريو الأقرب هو تعادل إيجابي بهدف لمثل في الوقت الأصلي، والذهاب لأشواط إضافية حارقة. وأنتم يا رفاق، من ترونه الأقرب لبلوغ النهائي؟ اكتبوا لي توقعاتكم الدقيقة في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، ونلتقي الثلاثاء بعد المباراة.